السلام عليكم اعزائي المشاهدين، من هنا من مونديال القدس بنسختها الاولى، استديو التحليل لهذا اليوم بين فريق الفتوة وفريق التضامن. ارحب بالضيوف لهذا اليوم، كابتن عادل اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا بك كابتن عمار، حياك الله وكل الهلا بكم، اضافه جيده لمونديال القدس جنابكم الكريم، اهلا وسهلا بكم. اهلا وسهلا مره ثانيه. كابتن كرار اهلا وسهلا بك. الله محييك، واضافه اكيد جميله، ونشكر جهودكم اللي هي مجانيه، ونشكر ابو فطومه والاخ بن مشخاض، حياكم الله ورحمه الله وبركاته. كابتن اهلا وسهلا بك، شرفتنا اليوم. حياك الله واهلا وسهلا بكم، وشكرا لدعوتكم لحضور المونديال القدس، احد ابرز المونديالات. شكرا لحضوركم رحمه الله وبركاته. شكرا جزيلا. كابتن عادل، نبدا وياك اول لقاء لهذا اليوم بين فريق الفتوة وفريق التضامن، حدثنا عن الشوط الاول. بكل تأكيد الفريقين اللي قدموا مباراة بالشوط الأول، يعني نتكلم عن بداية عن فريق الفتوة، الفريق اللي يلعب بالتاريخ، الفريق اللي يلعب بالسمعة، الفريق اللي يلعب بالعراقة. يعني الفتوة اليوم يلعب بقضيتين، قضية أنه عنده عناصر شابة جيدة وممتازة داخل الملعب، ويلعب بالتاريخ والسمعة والجمهور اللي يمتلكه، رغبة الجماهير قادسية لفريق الفتوة. صراحة مباراة يعني جيدة من الفريقين. مباراة الشوط أول كان بكل تأكيد بإثارة جيدة، لمسات لاعبين أكو، هجمات أكو نوعا ما، بالإضافة إلى هذا أنه شاهدنا ضربتين جزاء بالشوط الأول، خلنا الشوط الأول بكل صراحة أنه بندية وبتنافس أكثر، يعني أكثر إن شاء الله. كابتن كرار، حدثني عن فريق التضامن، عن الشوط الاول. مثل ما شاهدنا الشوط الاول، فريق التضامن اكثر جديه، اكثر وصولا للهدف، بدليل حقق جزاء الشوط الاول بس ما استغلها. وتعرف كرة القدم نستغل الاهداف يعني باعتبار نتيجة الحسم اللي كفرق شعبية. لعبه على الارض كان افضل من فريق الفتوة، بدليل يعني وصوله للهدف اكثر من 10 مرات او 15 مرة. اما فريق الفتوة يفتقر تقريبا منتصف الملعب، لا يوصل، مثل ما يوصل صورة صحيحة. واشوف يعني فريق الفتوة استغلها بالجزاء اللي صارت وياه مباشرة بعد الجزاء اللي ضيعها فريق التضامن، اللي كان غير محظوظ بهاي المباراة. واتوقع فرق شعبية مثل ما تعرف الاستعداد، وهاي مو ذيك تعتمد على اللاعبين اللي يحسمون المباريات. واعتقد الفتوة خير دليل، مثل ما شفت لاحظت الشوط الاول قدم مباراة نوعا ما جميلة. شكرا جزيلا. كابتن، حدثني عن مونديال القدس لهذه السنة، أول سنة، شلون شفت اليوم المباراة؟ مباراة ممتازة، وقدم فريقين مباراة ممتازة. أعتقد أن المباراة تستحق التعادل، لأن فريق التضامن قدم مباراة ممتازة ومباراة رائعة، كان يعتمد على الهجمات المرتدة في أغلب فترات المباراة، لأن وسط الملعب فارغ في الفتوة، فارغ وسط الملعب مالتهم، لأن يلعبون في 2 خط وسط فقط، وأغلب لعبهم قاعد يكون على أطراف، على جهة رعد، لذلك صار فراغ بهذا، اعتمدوا على الهجمات المرتدة. أما فريق الفتوة قدم مباراة جميلة واستحق التعادل، لأن كرة القدم تعتمد على الأخطاء، إذا استغلت هاي الأخطاء تحقق نتيجة إيجابية، واستغل هاي الفرص فريق الفتوة وقدم مباراة ممتازة ومباراة رائعة. أما مونديال القدس أحد أفضل المونديالات، حقيقة هذا المونديال هذه السنة ناجح جدا، ما شاهدنا احنا مونديال بهكذا تنظيم، بهكذا استوديو وتصوير وإعلام، صعب تحصل بالفرق الشعبية، خاصة كملاعب ترابية، احنا صعب تحصل هيك تنظيم. أهنيكم على هذا التنظيم وشكرا لكم. شكرا جزيلا. كابتن عادل، حدثت ضربة جزاء لفريق التضامن الدقيقة 17، هل كانت صحيحة؟ يعني قبل أن نتكلم عن ضربة الجزاء بكل صراحة، حتى نحكي دقيقة واحدة عن فريق التضامن، الفريق اللي اجى لناحية القادسية بكل قوة، الفريق اللي أثبت جدارة بأنه فريق منافس مع الفرق الأولى لناحية القادسية. لكن الظروف اللي مر بها التضامن، أولا أنه كان عنده لاعب فؤاد محمد، لاعب كان يعني يحتوي على فريق كامل، يعني هو كان مصنع لفريق كامل يعني فؤاد. بس للأسف الحادث اللي صادم فؤاد واللي حدث مع فؤاد خلاه يبتعد نوعا ما عن الملاعب، فقط يوقف على الفريق.
الحادث الثاني المشكلة اللي صارت عند فريق التضامن كونه كانوا فريق واحد ويمتلكون عناصر جيدة وممتازة جدا يعني، رغم أنه كانوا في منطقة واحدة يعني. لذلك كان فريق اجى بكل قوة، فريق اجى ينافس الفرق الشعبية في ناحية القادسية، لكن الظروف يعني أدت إلى أن يكون تضامن بهذا المستوى، مستوى متوسط غير جيد طبعا بالتأكيد بسبب الظروف يعني. بكل صراحة ضربات الجزاء اللي حصلت للفريقين ضربات جزاء صحيحات. يعني من يعني أتابع لجنة الحكام، ما عندي ارتباط بلجنة الحكام، الجميع يعرف أن لجنة الحكام هي لجنة مستقلة، لكن الأداء المميز لجنة الحكام ينطي نكهة خاصة للبطولة. أنا أعقب على قضية واحدة، أنه يبدو أن فريق القدس الرياضي عازم على كثير من الأمور والقضايا خلال البطولة، وخصوصا بالأدوار الإقصائية القادمة يعني لجمالية البطولة ولإظهار البطولة بشكلها الجميل. يعني هذا يحسب ويضاف إلى مجلس الشباب القادسية أنه يمتلكون هكذا فريق وهكذا عناصر شابة لقضية التنظيم. كل التوفيق إن شاء الله. كابتن كرار، حدثت ضربة جزاء لفريق الفتوة الدقيقة 20، هل كانت صحيحة؟ اكيد اكو من هو اقرب لهي الحاله، بس حسب ما يعني اللي احنا شفناه وضوحته هي تقدر تقول 70%، يعني جزاء صحيح حتى قبلها اتوقع. واحب اعقب على شغله المونديال. الحلو بهالمونديال هواي اشياء، اولها اللي هي دعوه كثير من الفرق واحتوائها، هذا خير دليل بان تحس الفرق بان لها من يسندها ويداعمها، ولا خاصه اللاعبين اتاحت اكثر فرصه للشباب لرفض منتخب الشباب او مجلس الشباب او الشهداء، يعني بصوره عامه القادسيه ككل تظهر وجوه جديده. اكيد الانسان باكر انت من تحاسبه لازم انت معلمه، احنا مثل ما تقول انت من تاخذ هسه لاعبين وتريد لاعبين لازم انت مهيله الاجواء الساحات، هاي بصورة عامة. مثل ما نعرف احنا فرق القادسية ومناطقها كلش هواي، فاحنا لازم نعطيها الفرصة واللاعبين لازم نعطيها الفرصة. ومثل ما شفت انا هسه الشغلة الثانية اللي هي حلوة بالمونديال اللي قبله واللي وهذا خاصة، يعني اغلب الاشخاص هنا متواجدين مو الا بس فريق القدس، يعني ككل انا انظر لها من جميع يعني الفرق بدون استثناء، اشوفها تسعى بحيث ينجح المونديال. يعني اشوفهم جهودهم طيبه ومشكوره، اللي هو تعرف انت الاشخاص اغلبيتها هسه مرتبطه باعمال، واللي هو جاي يسعى هذا الشيء لازم نشكره. ليش؟ لانه مجاني، هاي الاشياء مجانيه، ما جاي يقدمها هو بشيء مقابل، يعني وقفته جيته يتعناه، يعني هاي الامور كلها ايجابيه تبشر بخير، كلها تواصل وعلاقات ومحبه، وهذا الشيء يعني بفخر مو بس ككل للعفو بس للرياضه، ككل للمجتمع بصوره عامه، تخلي سلبيات بالمجتمع هوايه بهاي العلاقات. واكيد ان شاء الله الوجوه الخيره مثل وجوهكم الطيبه ان شاء الله ما تقصر وتجمع دائما بالخير والقعده الحلوه والمكان الحلو ان شاء الله. شكرا جزيلا. كابتن، نقاط القوه والضعف لفريق الفتوه. نقاط القوة في فريق الفتوة هو أنه أكثر هجومهم يكون في منطقة الجزاء، أكثر لاعبين في منطقة الجزاء، في طريقة تحولهم من الدفاع للهجوم صحيحة بشكل تام، عكس أنه ونقطة الضعف دائما عندهم، نقطة الضعف مالتهم أنه مركزين على جهة واحدة فقط، أنت لازم تفتح الملعب وتلعب على الجهات اثنين مال الملعب، تلعب يمين ويسار، مركزين على جهة رعودي، ورعودي قاعد يدافع ويهاجم، صعب انت اللاعب راح تفقد لياقته اول شيء، وزاد ما راح يقدم لك المردود القوي داخل المباراه. نقطة القوة الثانية عندهم انه مهاجميهم دائما متواجدين في منطقة الجزاء في استغلال اكثر العرضيات، ولكن احنا صعب ما حصلنا عرضية ممتازة لهم، يعني رعودي مركزين عليه اكثر شيء، ورعودي عرضيات اغلبها مو صحيحة طول المباراة، لذلك اتمنى يركزون على الجهة الثانية مال الشبه الثاني. شكرا جزيلا كابتن. كابتن عادل، القوة والضعف لفريق التضامن. يعني
أشارات سابقا يعني أنه قلت لك فريق التضامن كان من الفرق المميزة والجيدة والمنافسة لفرق ناحية القادسية، لكن الظروف اللي مر بها فريق التضامن يخلي نوعا ما أكو عنده نقاط ضعف يعني كبيرة داخل المباراة، لكن هذا ما يمنع أنه عندهم مدرب جيد. فؤاد عنده خبرة بالملاعب الفرق الشعبية، يقدر يغير يقدر يضيف بالتأكيد يعني داخل المباراة. المدافعين كانوا يعني مو بالمستوى المطلوب صراحة، يعني يلعبون وسط، يلعبون مهاجمين 2 ب2 جيدين يعني، لكن المدافعين مو بالوسط مو بالمستوى العفو المطلوب. لكن فؤاد إن شاء الله قادر أن يحول المباراة لعامل إيجابي إن شاء الله. شو تتوقع نتيجة المباراة؟ والله المباراة فيها أهداف، لكن أتوقع يعني أنه 2-0 للفتوة. شكرا جزيلا. كابتن كراش، تتوقع نتيجة المباراة؟ اكيد نتيجه المباراه ان شاء الله اللي يقدم وتعرف فرص هي، وان شاء الله اللي يلعب يستاهل يفوز. شكرا جزيلا. كابتن نتيجة المباراة لهذا اليوم ايش قد تتوقعها؟ اتوقع 2-1. الفتوة يقدر يسجل بظل الضعف في مدافعين خط الخصم مع الوسط ضعيفين في الاحتكاك والتوقيت، حتى في فريق الفتوة ضعف عنده في قلوب الدفاع مالته، طريقة التوقيت مالتهم غلط، فيحتاجون شوي يصحون بالشوط الثاني. يعمل هذا المدرب على واتوقع الفتوة يقدر التضامن يقدر يوصل للمرمى هواية بالشوط الثاني ويسجل هدف التعادل، ولكن خبرة الفتوة راح تساعده في التغلب في هذه المباراة. اي لحظة النقاط. شرفتني، شكرا جزيلا كابتن. رحم الله والديك. شكرا لدعوتكم. رحم الله والديك. كابتن عادل شكرا جزيلا. شكرا كابتن عمار، انتم اضافه جيده لفرق ناحيه القادسيه بهذا المجهود الفردي وهذا المجهود الشخصي طبعا باسم مجلس شباب ورياضه ناحيه القادسيه. نقدم لكم كل الشكر والتقدير والاحترام، وبالتاكيد المجلس حاضر لاي دعم ولاي قضيه اخرى تطلبونها، وكل الهلا بكم. شكرا جزيلا يا حبيبي. كابتن كراش شكرا جزيلا. الشكر لك ابو عمار، والشكر لابو فاطمه والاخ، واكيد نشكر حسوني خلف الكواليس، وشكرا اكيد ونقدر جهودكم هاي الفرديه وممنون منكم. شكرا جزيلا.